السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محل الشيخ العطارين، قناة العشاب الصغير. النهاردة هنعمل خلطة من خلطات الحاتي، واللي هتقول على المكونات بتاعتها طبعا اتعودنا على الشيف خديجة هتقول لنا على المكونات بتاعتها. خلطة الكفتة من الخلطات اللي بتحبها الناس كلها، الكبار الصغيرين، وخديجة ما بتحبهاش، مش عارف ليه. أنت بتحبها؟ لا، هي ما بتحبش الكفتة بس بتاكل الكفتة، مش عارف ازاي، بس هو ده اللي بيحصل. بس انا بحب الكفته اكلها بالكاتشب والبطاطس. هي بتحب تاكل الكفته بالكاتشب والبطاطس. هنعمل النهارده خلطه الكفته بالمكونات بتاعتها، وعندنا تركتين حلوين فيها، وكمان معلومه عشبيه لبعض الاعشاب اللي هي بتبقى موجوده في خلطه الكفته. وهنسيب سؤال في نهايه الحلقه اللي هيجاوب عليه له معانا عبوه ميكس هديه من نفس الخلطه اللي احنا هنستخدمها. تعالوا بقى نقول المكونات ونشوف الشيف خديجه هتعمل لنا ايه النهارده. هتعمل لنا ايه النهارده يا شيف خديجه؟ هتعمل الكفته. يلا تعالى. اول حاجه معايا من المكونات النهارده بتاعت بهارات الكفته، ده يا خديجه؟ فلفل اسود. فلفل اسود. تاني مكون معانا ده ايه؟ لسه معرفتنيش. لسه ما عرفتهاش. فلفل ابيض. ده ايه ده يا خديجه؟ كمون. كمون بلدي. ده ايه يا خديجه؟ كزبره. كزبره بلدي. قرفه. هيبقى معانا اللي هي القرفه العود والقرفه الكسر، زي ما قلنا في حاجه بتدي تيست وبتدي شويه سكريات. والقرفه الثانيه اللي هي دايما القرفه العود، بيبقى بتشد الزفاره من اللحوم. يبقى معانا دي اسمها ايه يا خديجه؟ قرفه. اسمها ايه؟ القرفه. ومعانا جوز الطيب. دي يا خديجه؟ جوز الطيب. كباب الصيني. ده اسمه ايه؟ حبهان. عارفه ده؟ امال ده ايه؟ ما احنا ما قلناش حبتين. لا ده ورق لوري يا خديجه. ورق بقدونس. نخلطهم كلهم في بعض؟ لا لسه شويه. لسه كمان. ماشي. بصل شرايح. ريحته جميل. ريحه توم شرايح. ده الثوم. ريحته وحشه. وده ايه؟ زنجبيل. هنحط شويه زنجبيل علشان يدي معايا طعم وريحه، وهو من الحاجات الحريفه اللي بتحب الكفته. اللحوم دايما بتحب الحاجات الحريفه او الحاجات اللي هي الحاره. هنحط ايه؟ شويه سماق. كده يبقى وصلنا لنهايه المكونات بتاعتنا. هنقول المقادير طبعا بتاعتها زي ما احنا متعودين، وهنطحنها ونشوف شكلها عامل ازاي. انتظرونا في نهايه المكونات، في شويه كلام حلوين قوي. بسم الله. كده نكون عملنا بهارات الكفته بكل المكونات بتاعتها. ان شاء الله اللهم بارك. ريحتها عاليه قوي، خصوصا جوز الطيب والكباب الصيني او البهار الحلو زي ما احنا بنقول عليه. ريحته عامله شغل معانا كويس قوي. في تكه في بهارات الكفته او في الكفته عموما. طيب الغالب في ناس بتحط مثلا بيكنج باودر، او في ناس بتحط كربوناتو علشان تفرش او تزود نسبه ثاني اكسيد الكربون اللي هي تبقى موجوده في الكفته، بحيث ان هي تبقى طريه وهش حلوه، يعني تبقى منفوخه حلو زي ما احنا بنقول. طيب الكربوناتو او البيكنج باودر، كيس البيكنج باودر بيحتاج ماده حمضيه علشان خاطر يفور ويبقى حلو ويدي ثاني اكسيد كربون اعلى. وده عشان نعمله بندي مع الكربوناتو عصره ليمون. هي دي التكه. عملت عصره الليمون وانت بتعملي الكفته، هيطلع معاك طري ولذيذ، ولو مسكت صباع الكفته يبقى طري معاكي حلو. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، واحنا بنعمل الكفته في ناس بتقول احنا هنعمله مدخن ونجيب حته فحمه ونغطي عليه وكلام زي كده. ريحه الفحم ما بتلقطش في الكفته بعد ما تستوي. لو عملت ريحه الفحم وغطيت عليها والعجينه لسه طريه، هيظبط معاكي احسن من. قولي السؤال يا خديجه. لا ليه؟ مش عارف بقى. طيب
السؤال بيقول ليه الحاتي او الجماعه بتوع اللحوم اللي موجودين دايما في المحلات بتاعه الكفته واللحوم والكلام زي كده بيحط كرفس وبقدونس اخضر تحت اللحم؟ اللي عارف يقدر يجاوبنا، واللي مش عارف ينتظر الاجابه. اشوفكم على خير في فيديو جديد من حلقات العشاب الصغير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.